عملية التدخل جرت في ظروف جيدة وكانت ممتازة بفضل خبرة الجيش. خرجنا سالمين. هي فرصة لنقدم الشكر للشعب الجزائري الطيب. قوات التدخل قامت بعمل خارق لإنقاذنا. أشكر كثيرا الجيش على مساعدته. أنا كنت هنا عند إنشاء هذه القاعدة. سأعود إلى هنا لأعمل. الشعب الجزائري رائع وطيب. بانتهاء العملية العسكرية النوعية والهجوم الذي قامت به القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي ضد الاعتداء الإرهابي الذي طال القاعدة البترولية بمنطقة تيغنتورين بإناميناس، تكون الجزائر من خلال جيشها الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية قد أبانت عن صرامة وعقيدة راسخة بأن لا رضوخ ولا تفاوض مع الإرهابيين ومع كل من يحاول المساس باستقرار وأمن البلاد. الاعتداء الإرهابي الجبان الذي حدث في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء الماضي نفذته مجموعة إرهابية تتكون من 30 شخصا من جنسيات مختلفة مدججة بترسانة حربية حقيقية. فبالنظر إلى حساسية الموقع وخطورته كان دور القوات الخاصة جد معقد، إضافة إلى وجود عدد كبير من الرهائن. فبعد محاولات التوصل إلى حل سلمي طيلة يوم الأربعاء وتعنت الإرهابيين الذين كانوا بصدد ارتكاب مجزرة كبيرة وكارثة حقيقية بالمنشآت الغازية، جاء تدخل القوات الخاصة بحنكة وخبرة واحترافية كبيرة يومي الخميس والجمعة، حيث تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي من تحرير 573 رهينة جزائرية و100 أجنبي، وتم القضاء على 18 إرهابيا. أنا راني لاباس والعمال الآخرين كاع لاباس، ما صرا حتى حاجة، خرجنا سالمين. كي خرجنا من البيريمتر هذاك تاع واحد 1 كيلومتر ولا الناس كاع ولا تضحك كاع، كاين اللي قاعد يبكي كاع. أنا من تركيا وأعمل لصالح شركة فرنسية. كل شيء هنا على ما يرام، والفضل في ذلك يرجع للجيش الجزائري الذي تدخل وأنقذنا. العملية كانت خطيرة وحساسة، لكن تدخل الجيش كان رائعا حيث أنقذنا أنا وأصدقائي. الاعتداء الإرهابي لم يتوقف هنا، حيث حاول الإرهابيون إضرام النار بالمركب، غير أنه تم التحكم في الحريق بفضل يقظة رجال الحماية المدنية وقوات الجيش، لتتواصل العملية العسكرية ضد المجموعات الإرهابية المتبقية والتي قامت باغتيال 7 رهائن أجانب، لتتمكن وحدات الجيش في الأخير من تحرير كافة الرهائن المتبقين والقضاء على 11 إرهابيا. عملية التدخل كانت ممتازة من قبل الجيش الجزائري، انبهرت لذلك، إلا أنني أتأسف للذين لم ينجوا. مجموعة الجيش والدرك الجزائريين أديا عملا شجاعا. العملية كانت موفقة للغاية. لتقوم القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي في نهاية العملية بنزع الألغام على مستوى المنشأة الغازية لتعود للنشاط والعمل مجددا.